هذه الكاطو بعجينة عجيبة غريبة سحرية. فأكيد قبل ما نقول لك على السر هذه العجينة راح نقول لك باللي هذا الفيديو مليء بالتفاصيل، يعني أكيد راح نقول لك على كل وجميع تفاصيل هذا الكاطو، يعني باش ما يتشقق لكش، وكذلك وهذه أهم حاجة يعني ما يفقدش الشكل تاعو بعد الطياب، يبقى محافظ على الشكل هو. فأكيد ادخلي للفيديو وراح تعرفي السر العجيب الغريب اللي في هذه العجينة. وأكيد مش تدخلي والسلام، أكيد خليلي الجام أو ديري الجام وكتبي تعليق مليح وروحي أرواحي وقولك وش درت. فهنا واش راح نجيب؟ عندي هذه العلبة تاع 250 مارغرين، أنا نخدم بهذه فلوريال كل واحد هو واش يخدم عادي. المهم راح ندي نصف هذه العلبة 125 غرام، هذه راها 125 غرام. راح نضيف عندي نص الكاس أو نصف الكأس سكر ناعم، أكيد سكر ناعم، ما ديروش السكر الخشن. عندي لافاني، راح نذوب هذاك السكر مع الزبدة بيدي برك عادي. واش راح ندير هنايا؟ عندي مقرف او نصف المقرف تاع فلون رابحة. عندي حبة البيض، عندي حبة تاع البيض كاملة كما راكم تشوفوا، بيضة كاملة صفار زائد بياض. خلطي كلش مع بعض حتى يتجانس كامل هذاك الخليط كما راكم تشوفوا. صدقوني يا البنات هذا العجينه بنتها بنه. دوك راح تشوفوا العجينه كيف هدايا ملسه روعه. المهم هذاك كاس تاع فرينه كنت مقربلتها، كاس تاع فرينه مقربل، وعندي نصف المقرف خماره كيميائيه، هذه مقرف صغيره تاع القهوه. شوفوا برك مش نصف كامل، يعني حاولوا انكم ما تكثروش الخمارة الكيميائية باش ما يخسرلكمش الشكل. هذا هو المكون العجيب والغريب. انا حبيت نخلعكم برك وندير لكم السسبانس. فواش راح نقول لكم؟ درت كاس كامل تاع المايزينا، هذا كاس كامل تاع المايزينا، فهمتوا يا البنات؟ شوفوا يا البنات، باش ما يتشقق لكش الكاطو، باش ما يتشقق لكش، اول حاجه واش ديري؟ لازم يعني العجينه تاعك تكون او قبل ما نتكلموا على التشقق يعني باش ما ننساش، هنايا هذيك ما قلت لكم هذه راها مايزينا، يعني زدت حوالي 2 مقارف تاع مايزينا كما راكم تشوفوا. اذا حبيتوا تزيدوها فرينه زيدوها فرينه، هنا على حسب كما نتوما تحبوا. شوفوا هذه العجينه، شوفوا عجينه ولا اروع. صدقوني يا البنات قد ما نحكي لكم قد ما نوصف لكم هذه العجينه روعه. فكما قلت لكم سر الكاطو باش ما يتشققش لازم عليكم 2 حوايج مهمين، انه تقرب لي الفرينه وتقرب لي المايزينا، وثاني شيء كما قلت لكم انه لازم تكون العجينه طريه زينه، يعني طريه نفس المقادير، ما تحاوليش تغيري المقادير كما عطيتك المقادير تقيدي بهم. انا هنايا الوزن كما شفتوا 25 غرام، يعني هذا الوزن يعني المعتمدات دائما في الكاطو. شوفوا هذا المول تاعي، شوفوا الشكل. لازم المول تاعك ديري له المايزينا وانت تخدمي فيه، قرب ليه بالمايزينا مش بالفرينه. كما قلت لكم يا البنات نتكلم على التشققات. دائما العجينه تجي رطيه ما تجيش يابسه. العجينه اذا ولات يابسه هي اللي دير لك التشقق، هي اللي تفسد لك الشكل تاع الكاطو. والخماره ثاني اذا كنت مكثره الخماره تاع الكاطو هي اللي تفسد لك الشكل. قيدوا بالمقادير كما قلت لكم. انا درت شفتوا المقرف الصغيره تاع القهوه اللي نحلو بها، يعني نصف ونقصي النصف. فهمتي؟ هذه حوايج مهمه جدا. قلت لكم تقربلوا او تقبروا المول تاعك هذايا بالمايزينا مش بالفرينه. فهمتوا يا البنات؟ هذه كامل راها نصائح ومراحل لازم نديروها. بالنسبه للطياب ثاني باش ما يتشقق لكش، كنتو تدخلي فيه في الفور دخليه بالعقل لانه راه خفيف ياسر وراه فيه المايزينا ياسر، دخليه بالعقل وخرجيه بالعقل. المهم يا البنات الطياب
طيبت من الاسفل برك، من الفوق ينشف برك، ما تشعليش عليه النار من الفوق. هذه ثاني حاجه مهمه جدا، لانه تشعلي عليه النار من الفوق خلينا على الاحمرار، راح كذلك يتشقق. المايزينا ما تحملش يعني ما تحملش قولوها لي، ما تحملش السخانه من الفوق، فهمتوا يا البنات؟ المهم رزقي لي حبه مع اخوتها وديريه بالبانسو باش دائما تحافظي على اناقه الكاطو تاعك والشكل الجميل. ديري خدمه بالبانسو باش تجيك حاجه نقيه. شوفوا كيفاش راني ندير بالبانسو، ما تكثريش بين الحبه واختها باش ما يخرجش هذاك المعجون. اذا كان ما عندكش هذه الشعريه هذه، ديري نوات كوكو، ديري كاوكاو مقلي ومرحي، ديري جرجلان، يعني انتي واش حابه. انا المهم كما راني قلت لكم، شوفوا كيفاش راني مفيني، لازم الخدمه تاعك تكون مفينيه بالبانسو. شوفوا يا البنات، ومن بعد ديري في هذيك الشعريه هذيك تاع الكنافه، وكل واحد شي يعيط لها. المهم يا البنات، هذا الكاطو كما راكم تشوفوا راه بنتو ماذا بكم تكثروا لافاني، فهمتوا يا البنات؟ ما تكثروش ياسر لافاني الثاني. حمر الكاطو باش تعرفوا، بما انه راه السكر فاكيد راح يحمر الكاطو تاعك. احنا مش حابين يولوا السطح تاعو احمر، واضح؟ المهم هذه النصائح كامل اللي قلتهم لكم يا البنات تقيدوا بهم، صدقوني، ومش بالضبط انكم ديروا هذه العجينه اعتمدوها في اكثر من وصفه كما الصابلي. هي اصلا عجينه صابلي، وانما المايزينا كثرت له شويه. المهم هنايا هذا بالنسبه للشعريه هذه، راكم كتفتحوا العلبه تاعكم والبطاطا تاعكم تلقاوها شوي خشينه، فتوها بيدك، هذه راها محمصه، فتيها بيدك باش يجي الشكل مليح. انا هنايا راكم كما قلت لكم نعطيكم دائما في النصائح المهمه والاكيده، ويعني شوفوا قد باش نكون صادقه معكم. شوفوا راني نقرب لكم في حبه الكاطو باش تتاكدوا من صحه كلامي. المهم يا بنات، اذا ما زلتوا حاذقين وشاطرات لحد الان في هذه الدقائق تعبتوني، اكتبي لي تعليق مليح، ديري الجام، كبروا بقناتي ربي يكبرها، ونضلوا نحلوها مش هكا. المهم شوفي الحبه يعني قربتها لك باش تتاكدي. شوفوا كما قلت لكم الشعريه لازم تفتيها بيدك باش ما يجيكش الحبات هكا، هي راح تجي طويله شويه هذه الكنافه هذه، فتيها بيدك بما انها راها محمصه. تحبي ديريها كما قلت لكم كاوكاو، انت واش تحبي. المهم يا البنات، هذا فيديو نهار اليوم، سلام.